اليوم الأول أرماث. الفرس هجموا الأول وكان عندهم فيلة كتير. الفيلة خضت خيل المسلمين وبدأوا يهربوا، لكن سعد أمر كتيبة فرسان شجعان يضربوا الصناديق اللي فوق الفيلة، وفعلا وقعوا الجنود من فوقها وقللوا خطرها. اليوم الثاني أغواث. وصل مدد من سيدنا عمر بن الخطاب، جاب 6000 مقاتل. أولهم كان القعقاع ابن عمرو التميمي. القعقاع كان بطل بمعنى الكلمة، وعمل حيلة ذكية. قسم جيشه لمجموعات صغيرة، وكل شوية تدخل مجموعة فيفتكر الفرس إن الجيش ضخم قوي ويخافوا. وكمان عمل خدعة بالجمال، حط عليهم قماش ملون وأجراس، فخافت الخيل بتاعة الفرس وهربت، وانتصر المسلمين اليوم ده. اليوم الثالث عماس. الفرس جابوا الفيلة تاني، لكن سعد أمر الجنود يضربوا عيون الفيل الأبيض ويقطعوا خرطومه، وفعلا قدروا يبعدوا الفيلة، وقتال عنيف حصل لحد الليل. الليلة دي اتسمت ليلة الهرير. اليوم الرابع القادسية. المعركة استمرت والمسلمين قتلوا بكل شجاعة لحد ما قتلوا رستم قائد الفرس. الفرس حاولوا يهربوا للنهر، لكن المسلمين طردوهم وقتلوا الآلاف، وغرق منهم ناس كتير في النهر. وانتهت المعركة بنصر عظيم. وسعد بعد المعركة استقبل ناس كتير من قبائل العرب، وكلهم أسلموا.